فكرة الذكاء الاصطناعي، أي الآلات التي تستطيع التفكير مثل البشر، ليست جديدة. لقد بدأت في التبلور في الخمسينيات من القرن الماضي، وهي فترة شهدت تقدماً تكنولوجياً كبيراً. بدأ العلماء وخبراء الرياضيات المستوحون من نجاحات فك الشفرات في الحرب العالمية الثانية يتساءلون عما إذا كان من الممكن صنع آلات تحاكي العقل البشري. هل يمكننا إنشاء خلايا عصبية صناعية وربطها في شبكات معقدة وتعليمها التعلم وحل المشكلات؟ ميزة هذه الفترة ميلاد الذكاء الاصطناعي كمجال للدراسة. وضع رواد مثل آلان تورينج وجون ماكارثي ومارفن مينسكي الأساس لما سيصبح تقنية تحويلية. لقد طوروا أولى برامج الذكاء الاصطناعي القادرة على لعب الدامة وحل ألغاز منطقية بسيطة. هذه النجاحات المبكرة، على الرغم من كونها بدائية، غذت الخيال ومهدت الطريق لعقود من البحث والتطوير. يشير الذكاء الاصطناعي بمعناه الأوسع إلى قدرة الآلات على أداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشرياً. تشمل هذه المهام التعلم وحل المشكلات واتخاذ القرارات وفهم اللغة والرد عليها، وحتى التعرف على الأنماط وإجراء التنبؤات. تم تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد الأنماط واتخاذ القرارات أو اتخاذ الإجراءات بناء على هذا التحليل. هناك أنواع مختلفة من الذكاء الاصطناعي. تم تصميم بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي لمهام محددة مثل لعب الشطرنج أو ترجمة اللغات. تعرف هذه باسم الذكاء الاصطناعي الضيق أو الضعيف. يهدف البعض الآخر المعروف باسم الذكاء الاصطناعي العام أو القوي إلى إنشاء آلات ذات قدرات إدراكية تشبه الإنسان، وقادرة على أداء أي مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها. بينما يظل الذكاء الاصطناعي العام يمثل تحدياً كبيراً، فإن التقدم في التعلم الآلي والتعلم العميق يدفع بثبات حدود ما يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيقه. من أحدث الأمثلة إثارة للإعجاب بالذكاء الاصطناعي هو تشات جي بي تي، وهو نموذج لغة كبير تم تطويره بواسطة أوبن آي. تشات جي بي تي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يعرف باسم نموذج المحولات التوليدي المدرب مسبقاً. تم تدريبه على مجموعة ضخمة من البيانات النصية والرموز، مما يسمح له بإنشاء نص بجودة الإنسان وترجمة اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي والإجابة على أسئلتك بطريقة غنية بالمعلومات. يمثل تشات جي بي تي قفزاً كبيرة إلى الأمام في معالجة اللغة بالذكاء الاصطناعي. تتمتع قدرته على فهم النص الشبيه بالبشر وتوليده بمجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة، بدءاً من روبوتات الدردشة لخدمة العملاء وحتى أدوات مساعدة الكتابة. ومع ذلك فإنه يثير أيضاً مخاوف بشأن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، مثل توليد معلومات مضللة أو أتمتة الوظائف التي يؤديها البشر حالياً. في حين أن الذكاء الاصطناعي يوفر فوائد هائلة، فإنه يمثل أيضاً مخاطر محتملة. أحد المخاوف هو تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة. مع ازدياد تعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي، قد تؤدي إلى أتمتة المهام التي يؤديها البشر حالياً، مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن الوظائف. مصدر قلق آخر هو إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مثل إنشاء مقاطع فيديو مزيفة أو تطوير أنظمة أسلحة مستقلة. علاوة على ذلك، فإن تطوير آلات أكثر ذكاءً يثير أسئلة أخلاقية حول طبيعة الذكاء والوعي والعلاقة بين البشر والآلات. مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، من الضروري مراعاة هذه المخاطر المحتملة والعمل على تطوير مبادئ توجيهية ولوائح أخلاقية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول لصالح البشرية.